لحمي ودمي، أهل عزبة آل توني بقرية كسفريد مركز فايد. أراني يعني بيقولوا لي دايما نتكلم باللغة يعني بلاش لغة عربية. شايف نفسي قاعد في وسط أهلي يعني كويس، هذا شيء عظيم جدا لي أنا كويس. طيب تمام. أرحب، اسمحوا لي بعد إذن حضراتكم طبعا أرحب بأخي الفاضل محمد عيد ابن قرية كسفريد مدير عام مجلس مدينة فايد، وأستاذي الفاضل عادل عثمان رئيس مركز ومدينة فايد طبعا، محمد بيك صالح رئيس قرية كسفريد. وأرحب بجميع حملة مستقبل الوطن، هؤلاء الناس الشباب المحترمين. ويعني أخص بالذكر الأخ عمرو حيدة، مش عارف لأني معلش آسف الأسماء كلها. أرحب بالجميع. وأترك الورقة يتحدث على عجالة بالنسبة للدستور. أولا دستور مصر، واليوم الآن أقف أمام حضراتكم على أرض ثابتة. كيف نذهب إلى الوراء لمدة 3 سنوات؟ كان في 25 يناير لازم نفتكرها ما ننساهاش، 25 يناير 2011. 25 يناير هي سبب وجودنا الآن. 25 يناير هي الأم، وما سواها فهو استكمال أو تصحيح. 25 يناير راح فيها شهداء شباب كثيرون، نحن نجلهم ونثمن دورهم في ثورة الأبطال، ثورة المصريين. ناهيكم يعني ناهيكم عن العدد في 25 و30 كويس، هنتكلم فيه بعد كده. لكن أنا عايز أقول وأرسخ وأثبت عندي أنا قبل حضراتكم أن ثورة 25 يناير هي الأم وهي الأصل. هذه واحد. 2، لما قامت 25 يناير عملت فينا إيه؟ كنا مستعبدين ومستبدين، كان في نظام مستبد، نظام فاسد، نظام أفشى في كل ربوع مصر خرسانة مسلحة من الفساد، جذور كثيرة من الفساد. أتت هذه الثورة المجيدة وحررت المصريين. إذن فنحن جميعا بعد 25 يناير أحرار. المصري حر في بلده. جاءت بعد الثورة أنظمة كثيرة مش هذكر أسمائها لأن حضراتكم أعلم مني وأفقه مني وأفهم مني، لكن مرينا بمرحلة تلو الأخرى تلو الثالثة والرابعة اللي احنا فيها كويس، مش هسميهم، كل فترة بمساوئها وبمحاسنها. لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. أقف أمام حضراتكم ليس لأقول إيحاء أو أفرض على أحد من حضراتكم أي رأي ما. قلت أننا كلنا أحرار، فلننزل معا نقرأ دستورنا، نشارك فيه، نفهمه، نناقش، وبعد كل واحد فينا رجل شاب امرأة كل واحد من حقه يصوت، ينزل بكل حرية بدون فرض رأي عليه، بدون ما حد يقوله كذا أو ماذا، لا، انزل برأيك أنت الشخصي. شوف أنت الدستور ده يليق بيك كمصري، قول زي ما أنت عايز فيه. حزب جبهة التحرير القومية هذا هو مبدأه، هذا هو طريقه. لا نقول لأحد قل شيء ما أو ما تقولش شيء ما. المصري حر، وأكرر وأرسخ وأثبت أن المصري حر لابد أن يقول ما يتراءى لنفسه بمزاجه الشخصي. هو شايف إيه مش أنا شايف إيه. أنا أكلم أقول أن الدولة التزمت بالتعليم الإلزامي لحد الثانوية العامة، ماشي. أقول الدولة التزمت بحماية قناة السويس، ماشي. أقول الدولة التزمت
بفنجان قهوه مظبوط لعلي كامل ماشي، انا عايز فنجان قهوه مظبوط. ايه رايك في الموضوع ده؟ حلوه الفنجان قهوه دي؟ انا لو طول انزل لكم قهوه بصراحه يعني. بره الدستور دي. بره الدستور. خلي بال حضرتك. ايه يا باشا؟ كسبانيك بالكامل. نعم يا فندم. جاي نعم من اول ما بدا الدستور. انا احترم حضرتك واحترم اهل كسبانيك، احترم جميع من يقولوا ما يريدون. انا لا اريد ان اقول الكلمتين اللي هي في الخانتين اللي هحط على صوت عليهم، مش عايز اقولها على لساني كي لا يؤخذ علي انني قلت كذا او كذا. يا جماعه لازم نفهم حاجه، يعني ايه حر ويعني ايه عبد؟ انا لست عبدا عشان اسمع من سيدي اقول ايه. يا جماعه لازم نبقى فاهمين كويس جدا، احنا احرار نقول اللي احنا عايزينه، مش محتاجين حد يوجهنا مطلقا. هو هنقول لكم حاجه، ما هو ده طريق اهو، مش ده طريق قدامنا؟ ما نقراه نشوفه، مش كده ولا ايه؟ ونقول اللي احنا عايزينه. المهم ارجع تاني لموضوع الدستور. اللي قلت انا اتكلمت عن جزء عن التعليم، اتكلمت عن قناه السويس، عن نهر النيل. التزمت الدوله بحمايه هذا النهر وضفافيه. ايه سيادتك ماشي معايا شغال؟ التزمت الدوله بنسب في المحليات للمرأة وللشباب وللعمال وللفلاحين. التزمت الدولة بأن 25%. طبعا أنا بقول على حضراتكم على ما أسمع أذانكم وأنتم عارفين الكلام ده من غير ما أقوله، بس أنا أحب نفكر بعدين احنا كمصريين أحرار، مصمم نقول احنا أحرار، نفكر بعدين. في 25% للشباب، 25% للمرأة، 50% للعمال والفلاحين في المحليات. المحليات هو المجلس المحلي الشعبي، مجلس الشعب المحلي، مش الشعب مجلس الشعب، مجلس المحلية في القرية والمدينة حضراتكم عارفين طبعا اكيد كان في حد من حضراتكم موجود في المجالس المحليه دي قبل كده، مش كده؟ طيب برضو عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان شعب مصر مش جاهل، شعب مصر شعب متعلم وفاهم وواعي ومدرك، لكن كنا مقموعين، كان عندنا نظام قامع لحرياتنا، مكمم افواهنا، يعني قافل لنا بقنا ما نقدرش نتكلم. اي حد يفتح بقه يتقبض عليه في نص ليله في الفجر، ويتقبض عليه ويتحط في المعتقلات، ما حدش يعرف عنه حاجه من اهله. النهارده الكلام ده مفيش. الدستور بيكفل لنا هذه حقوقنا. ما حدش يجي يقبض علينا بالليل الا لما حد يجي يديني اخطار يقول لي انت مثلا عاوزينك في القضيه رقم كذا عشان كذا وكذا وكذا، واروح بعد ساعات عديده من الاخطار الاسم وبقى محامي، حدوته كبيره جدا، يعني نظام رائع جدا جدا في الدستور. انا مفيش الحجز، مفيش حاجه اسمها الحجز التعسفي والقصر، مفيش حاجه اسمها كده خالص. كويس؟ يعني انا بقول بجمله الكلام ان مصر حرة. أرجوكم أتوسل إليكم أقبل أيديكم جميعا في الآتي. أرجوكم حضرات الناس المحترمين، أهلي ناسي ده أنا في وسطهم دلوقتي، أرجوكم أتوسل إليكم، شوفوا كم مرة برجوكم، لا تؤلهوا أحدا، لا تبحثوا عن شخص ما نضعه في بوتقة ما ونعبده، لا ما ينفعش الكلام ده. اسف، الكلام ده خلاص بعد 25 يناير مفيش حد يؤله، كلنا واحد، كلنا سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. فاكرين طبعا الكلام ده كله كويس جدا. انا اسف جدا اطلت عليكم، انا شخصيا ما عنديش كلام غير كده، انا شخصيا ما عنديش كلام غير 25 يناير الام، ما عنديش كلام غير ان احنا احرار، ما عنديش كلام غير ان احنا ننزل ندلب صوتنا برأينا الشخصي دون ضغط ودون ان يأخذنا احد الى منحى ما. اشكركم، احترمكم، اقدركم، اقبلكم جميعا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.